السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله زينين. طبعا اليوم حبيت اشرح لكم انه مثلا انت عندك راوتر وعندك مثلا 3 حاسبات بالبيت، مثلا اخوانك قرايبك، مثلا علي احمد محمد. انت شو تريد تسوي فد سكيورتي بالراوتر اللي انا حستخدم هنا التبلينج. تسوي سكيورتي بالراوتر بحيث فقط هذول ال3 حاسبات اللي عندك بالبيت مسموح لهم يدخلون على هذا الراوتر. اذا انت كنت حاط باسورد او ما حاط باسورد، ماكو غير هذول ال3 حاسبات هن اللي يدخلون على الراوتر. شلون؟ طبعا راح نجي اول شيء ندخل على الراوتر. طبعا كل راوتر عندكم لازم انت تعرف الاي بي مال الراوتر مالتك، لانه كل راوتر الاي بي مالته يختلف. طبعا شبابك فد ملاحظه مهمه، انه مثلا هسه مثلا انا الراوتر مالتي الاي بي مالته مثلا 192 168 22. ليش؟ هو بالحقيقه انا لما اشتريته ما كان 22، بس غيرته الى 22. ليش؟ لانه اللي انا ساحب من عند الانترنت الديفولت مالته هو 22. فطبعا انت الاي بي مالتك يكون اعتمادا على اللي انت ساحب من عند الانترنت. يعني ماكو شيء اسمه انه اكو اي بي ثابت تدخل بيه على الشير. يعني انت مين ساحب الانترنت، هذا اللي انت ساحب منه عنده ديفولت اي بي لازم انت تكتبه، وانت طبعا لازم تعرف. تقول له انت نكتب الباسورد واليوزر نيم. شباب هسه شو اسوي؟ مثل ما جاي تشوف شيء اسمه اكسس كنترول. بالحقيقه هذا الاكسس كنترول ليست يسمى اكسس كنترول ليست، عباره عن ليست، يعني عباره عن قائمه تحط بيها مجموع الاشخاص اللي انت تحب انهم يدخلون على الراوتر. وشون تصنفهم؟ تصنفهم اعتمادا على الاي بي ادرس اللي تعرف شنو هو الاي بي، او اعتمادا على الماك ادرس. راح تقول لي شنو هو الماك ادرس؟ اقول لك الحاسبه كل حاسبه بيها شغلتين كلش مهمه. يعني شلون تقول كانه مثلا رقم التليفون مال بيت ورقم التليفون مال الشغل مثلا يعني. فالماك ادرس انت عندك نتورك انترفيس كارت، عندك لان كارت. يعني مثلا انت عندك وايرلس، الوايرلس هذا لان كارت، وانترنت كارت اللي هو تربط على الانترنت باستخدام واير. فطبعا الوايرلس الى ماك ادرس خاص به، والاثرنت ايضا الى وايرلس خاص به، الى ماك ادرس خاص به. فطبعا انت راح تستخدم منو؟ راح تستخدم الماك ادرس مالت من؟ مال الوايرلس. دير بالكم من هاي السالفه. فطبعا راح تجي هنا لازم تسوي انيبل. اول شيء تسوي على هذا انيبل. اوكي شباب، انا يعني على مود الشرح جاي اسوي لكم، على مود يعني ما اريد تصير عندي ريستارت للراوتر، على مود لا تصير يطول عندي. فهنا نسوي انيبل صح. بعدين تجي على الهوست. هنا ايش راح يقول لك شباب؟ يعني هسه مثلا مثل ما جاي تشوف انا مسوي مثلا اكسس كنترول ليست هنا، مسوي لي واحد مثلا. انت شلون تقدر تسوي؟ مثلا تقول له اد نيو، او لا خلي امسح لكم اياه على مود من جديد تعرفون. تجي تقول له اد نيو، ايش راح يقول لك؟ يقول لك تريد تسوي اكسس كنترول ليست اعتمادا على الاي بي لو اعتمادا على الماك ادرس؟ طبعا الماك ادرس اشوفه اضبط، فتقول له ماك ادرس. زين مثلا تجي مثلا انت عندك 3 حاسبات في البيت، مثلا احمد محمد علي مثلا. تجي على كل حاسب من هذول تطلع الماك ادرس. شلون تطلعه؟ مثلا نجي نكتب هنا مثلا علي، تجي هنا تجي على ستارت ران سي ام دي. شو تقول له؟ تقول له اي بي config سلاش اول اي بي سي او ان اف اي جي سلاش معكوس اول. تقول له انت. طبعا ما لك شغله بهذا الحكي، هذا التنل ما لك شغله به، 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 هذا التنل ما لك شغله به. مثلا هسه هنا يقول لك اثرنت ادابتر، هذا ما لك شغله به. هذا اثرنت ادابتر ما لك شغله به. اثرنت ادابتر ما لك شغله به. تجي على الوايرلس لان ادابتر، وايرلس لان ادابتر. شوف هذا الرقم اللي موجود عندك فيزيكال ادرس، بصفه اكو رقم يتكون من 2 4 6 8 10 12 رقم. هذا هو الماك ادرس. تجي على الحاسبات اللي انت تريد تسمح لهم يدخلن على الراوتر، على وحده وحده تطلع من عندن هاي الارقام، وتجي هنا على الماك ادرس تكتب راسا وتكتبه للرقم وتقول له سيف.
تجي مره ثانيه تقول له اد نيو ونفس الحاله تختار الثاني، وهكذا تحط الاي بي الماك ادرس اللي انت تريدهم يدخلون. اذا انت كنت حاط باسورد يعني سكيورتي الويب طبعا كلش تعبان، ب5 دقائق يخترق. الوابا هو يعني لا باس بي يعني يخترق بنص ساعه. المهم بس يعني مو كلهم يعرفون، بس بهاي الطريقه صدقني السالفه راح تكون كل الصعبه العمليه اختراق الراوتر، لانه لازم يجيك واحد يعرف بالسبوفينج، يعني يزور الماك ادرس مالته ولا الماك ادرس مال، يعني الشغله سوداء مسخمه، فيعني مو بسهله وتخترق. فانت سوي طريقه وسوي سكيورتي بنفس الوقت على مود تعلق عندك السالفه. فطبعا مثل ما قلت لكم نسوي عن طريق الاي بي، بس طبعا لما نسوي عن طريق الاي بي لازم بهاي الحاله لازم تجي توزع الاي بيات، يعني لازم تجي مثلا على الوايرلس مالتك وتجي تكتب الاي بي. طبعا هذا برنامج التصوير جديد بس شو ما ثقيل. تجي مثلا عليه تكتب الاي بي وتكتب السبنت ماسك مالته وتكتب الديفولت مال الراوتر وتكتب الدي ان اس، يعني الشغله راح تصير عليك مو سهله. فهاي الطريقه هي طريقه ممتازه جدا جدا جدا، واتمنى اكون فدتكم بيها، لانه يعني الشغله زينه. اما الشغلات الباقيه ما راح اشرح لكم اياهن، لانه يعني ما تستفاد منها. يعني اكو احد الاخوان شرح فد سالفه انه على كوك سيت اب بسرعه تسوي السيت اب، بس اكو فد سالفه يعني كانت انه لا كل واحد الاي بي مال الراوتر مالته يختلف، لانه بيعتمد على اللي انت ساحب من عند الانترنت. و شباب واحد الاخوان بس طلب من عندي فد سالفه، قال لي شلون ترفع ملفات للشير. بالحقيقه يعني الاخ اسمه يمكن كان النيك نيم مالته لايون كينج فد شيء هيك شيء. طبعا نجي هنا على فد شيء اسمه ابلود، ندوس على ابلود. طبعا هنا دسنا مثلا نجي هنا اول واحد الاختيار الاول يبقى نفس ما هو ما لنا شغله به. الاختيار الثاني نختار مثلا شنو هو، يعني انت مثلا جاي ترفع شنو، كرتون، جاي ترفع افلام، جاي ترفع برامج، جاي ترفع شنو، فتختار اي وحده من عندهن. تجي هنا تختار التعليق، تختار يعني هذا دائما التعليق اللي ينكتب اللي يكتبوه، يعني مثلا تكتب مثلا انا رفعت فلان شيء، مثلا رفعت برنامج، هذا البرنامج هيك يشتغل، يعني تكتب التعليق مالتك تقول له نيكست. طبعا هنا تجي هنا راح تجي ترفع الصورة اللي عندك، يعني تحب تحملها راح ترفع الصورة، وتجي هنا ترفع الملف اللي انت تريد ترفعه، وتجي هنا تدوس ابلود ويتحمل عندك البرنامج او الفيديو. واتمنى اكون فدتكم شباب. صلوا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ادعونا بالتوفيق. شباب لا تنسوا التعليقات واللايكات للتشجيع لا اكثر ولا اقل. وكان وياكم اخوكم المهندس العراقي خريج الجامعة التكنولوجية قسم هندسة السيطرة والنظم اختصاص هندسة حاسبات. تحياتي لكم وشكرا للمتابعة. سلام.